سلام. مرحبا بكم في الحلقة الثانية من سلسلة آخر أباطرة الصين. الحلقة اللي فاتت شفنا كيفاش طفل صغير مازال ما كمل حتى 3 سنين في عمره تنصب إمبراطور على الصين، ولكن هاد القصة ما دامتش بزاف. من بعد عامين من التنصيب ديالو عام 1911 اندلع ثورة شنغهاي اللي هزت الصين كاملة. الثوار كانوا بغاو يطيحوا الحكم الإمبراطوري وبغاو يأسسوا جمهورية. النتيجة عام 1912 توصلوا قادة الثورة لاتفاق مع الإمبراطور يتجرد من الحكم ويتنازل رسميا على العرش، وبهذا الشكل انتهت إمبراطورية كان في عمرها آلاف السنين. ولكن القصة موقفاتش هنا. واخا بوي ما بقاش إمبراطور، بقى ساكن في المدينة المحرمة وسط الحواجز والتقاليد القديمة. هذا الوضع غادي يكون بداية مرحلة جديدة وغريبة في حياته. من بعد السقوط ديال الإمبراطورية وبموجب اتفاقية تاع التنازل، بوي يبقى ساكن في المدينة المحرمة مع البلاط ديالو، ولكن السلطة الحقيقية ولات في يد الرئيس الجديد كان سميتو يوان تشيكاي. هاد يوان تشيكاي ما طولش باش ورا النوايا الحقيقية ديالو، حل مجلس الكومينتانغ اللي كان أسسو سون ياتشين، وعطل العمل بالدستور واستغل السلطة ديالو كرئيس وعلن على راسو كإمبراطور جديد على الصين. والصين من الخارج كانت كتغرق في الفوضى، صراعات بين الأحزاب وثورات متكررة، ومن فوق أسوار القصر كان كيشوف بويه البلاد كتغلي وهو عاجز تماما ما يقدر يزيد حتى حاجة. داز السنين وبويه محبوس وسط القصر، شوية بشوية بدا تيكبر تيولي شاب، ولكن لا هو إمبراطور ولا هو مواطن عادي. الإمبراطور الجديد يوان تشيكاي اللي نصب راسو إمبراطور على الصين، الحكم ديالو ما طولش، مات غير بعد 6 شهور وطاح معاه الحلم ديال العودة للإمبراطورية. وفي 1917 واحد القائد حاول يرجع بويه كإمبراطور، ولكن القادة الآخرين رفضوا حكم إمبراطوري باقي يرجع للصين وردوا بالقصف الجوي على المدينة المحرمة باش يجبروا بويه يتراجع. وفي 1924 دخل الجيش الجمهوري لبكين وقرر يطرد بويه نهائيا من المدينة المحرمة. غادر بويه في أمان القصر اللي تزاد فيه وتربى فيه، وقرر يمشي لمانشوريا اللي كاينه شمال شرق الصين، الاصل ديال السلاله ديالو. مشات معاه اخر خيوط الحلم الامبراطوري اللي استمر الاف السنين. ومن ذاك النهار الصين دخلت في صفحه جديده من تاريخها.